مرة أخرى مع حضراتكم مشاهدينا الكرام ودكتور عبد المنعم رياضة أو يعني عبد المنعم عمارة، ومميز دائما في الرياضة، ويعني من أكثر المجالات اللي حضرتك كنت طبعا مميز فيها. دي البداية، دي لسه احنا بنسخن. حد يقول لهم ان احنا لسه بنسخن. عصمت شايلة سنة 2003 130 كيلو يا جماعة، في وزنها أقل من كده. يعني عصمت شايلة سنة 2003 كانت شايلة 130 كيلو. الثقل ده 126 كيلو، سهل قوي بالنسبة لعصمت. إيه يا عصمت؟ إيه يا عصمت؟ تستعبطي يا عصمت ولا إيه؟ في أكاديميات مخصوصة للأوزان الثقيلة، لأن احنا ينقصنا الوزن الثقيل، ووزن الثقيل البنات أو أولاد. رصيد الكارت على وش كابتن محمد رشوان بطلنا الأولمبي. هو قال كلمة خوف وخفرع وعصام الحضري ولا لأ؟ تقريبا ما اتقالتش في الفيديو ده. حبيبي أسطورة زي كده، خوف وخفرع ومنكرة والحضري. أنت مش أسطورة طالما بتتكلم بهذا الشكل، فأنت مش أسطورة. معروف ان انت اهلاويه صميمه زي ما قلت في الاول. ما سالتكيش مين اكتر لاعب في الاهلي بتحبيه، ولازم تقولي لي اسم، ما تقوليش كلهم وبحبهم، هو واحد بتحبيه. هو احنا تاريخ الاهلي كله يعني تاريخ عظيم جدا، يعني من اول كابتن يعني جمال عبد الغني. ألطم يا ولاد، ألطم يا ولاد، ألطم يا ولاد. مجلس الاداره حماده عزه، حسام عزه. اهلا بحضرتك. شكرا حضرتك. ماشي، كتر خيرك، ميرسي قوي. وعوده للاستاد، وعوده للاستاذ عبد الناصر زيدان وزملائه ضياف معكم. عدنا اليكم اعزائي المشاهدين. يعني مراسلين على فكره هايلين على طول. يعني واحد كتب التاريخ مع النادي الاهلي، وكتب تاريخ نفسه مع النادي الاهلي. لما يقول ان شيكابالا تالنت وموهبه لا تقل عن ميسي، نديله تعظيم سلام. انا بصراحه ما اعرفش، انا لازم اتاكد من صحه الكلام الاول، بعدين ارجع اقول لك هو مانويل جوزيه قال كده. صحه الكلام حضرتك لازم تذاكري. معلش انا ما بذاكرش. ما انت مش فاضيه تذاكري. انا مذيعه مش شاطره، بس انا بقول لك انا بقى لازم اشوف ده بعينيا. انا ما ذاكرتش، مش كل التصريحات هقعد اذاكرها اللي بتتقال على كل اللعيبه. اما حسام وابراهيم من ابناء الاهلي هم عندهم 11 سنه. بس لما بنختار بعد كده في المشاكل في الاهلي انه نسيب ونروح، بنروح الزمالك، بنختار الزمالك اهو، بنروح نلعب في الزمالك، بنجيب بطولات، ونادي الزمالك عامل طفره برضو. طبعا من كيان عالمي، كيان عظيم، لازم تروح للقطب الاخر. ما القطب الاخر يبقى معنى كده بتعترف ان نادي الزمالك من الاقباط العظيمه برضو، ليها بطولات. يمكن الكره في مصر اهلي وزمالك. انا اتعصب للنادي الاهلي، ايوه، بس ما اسيقش لنادي الزمالك. الله عليك يا عم حربي. جينيفر تلعب الكرة العرضية في منطقة الجزاء، على طول تمسك الكرة نورة عبد المجيد. لا 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 لا، يعني لقطة تقريبا مش بشوفها غير في الفيديوهات. يعني لقطة غريبة، مفيش ضغط، مفيش أي حاجة، الكرة تطلع بره. محمد منورنا يا محمد في 90 دقيقة، وبرحب بيك. احكي لنا ايه اللي بيحصل. جون وشك حلو يا محمد، وشك حلو يا محمد والله. طب يا جماعة ليه بتقولوا لي انه جون؟ يلا يا مسهل. Quelle est your opinion about the match Zamalek and Ahli? S'il vous plaît. En français. En français. Oui. Speak in here français vous. يا استاذ احمد والنبي البرنامج هيبوظ كده. لا يا هانم احنا تحت امرك. فين البنت؟ اهي. وريني وشك كده. بصي عايز اقول لك حاجه. فوق عليك. يا نهار اسود. في ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ خلاص. ليه تفيت عليها ليه؟ احتياطي بس عشان تخرج من الحلقه بس. فوقتي؟ طيب من حقك بصفتك ايه؟ بصفتك وافقت، من غير بصفتي، بصفتك وافقت. لا حضرتك انا عشان اجي هنا يمكن اسلام كلمني 5 6 مرات 10 مرات. ما دي بيهايند الكواليس مش أنا بتاعتي. جاي بناء على دعوه منك. انا هقول لك
بيهايند الكواليس مش بتاعتي كمذيعه، انا ليا بالحلقه بتاعتي اللي هي بتبقى يوم السبت يوم الثلاث الضيف بيرضى، انا باجي الحلقه بلاقي الضيف موجود. ما اعرفش بقى الكواليس، مش جاي خايف ولا مرعوب، ما اعرفش الكواليس 5 6 20 مره اتصلوا، انا بقى بيهمني جوه الحلقه. يا اللي عاوز اقوله لك انا ما بخافش. من جانب المنتخب حط الكرة على القوس، ارجعي يا فريال، ارجعي يا فريال، حط الكرة على القوس. حطها فين يا فريال؟ ده مش فاول. ارجعي يا فريال، حط الكرة على القوس، اكيد شاهندة هترجعها. بس يعني فعليا انا ما اعرفش ضربة الجزاء من ضربة القلب. لا والله انا ما اعرفش في كام حد بيلعب في الملعب وبيعملوا ايه؟ بيلعبوا 18 ب 18. ما انا ما اعرفش والله. واللي بيجيب جون بيخرج بره. ركزنا في الصورة شوية. حارس مرمى زيمبابوي، التيشيرت بتاعه رقم كام؟ اتفضلي. سريعة جدا. ما دي خلي بالك بتاعت رايه، بتطلع الرايه على الناس كلها على طول. ايديها طالعه. 23. 23. برافو عليك. جدك العتويل اللي في لانوفيل هجيلك. السلام عليكم. مع السلامه طرزان بيه. مع السلامه. ما تخلونيش اقطع هدومي بقى واقلعها وامشي في الشارع من غير هدوم يا شعب. ما انا لو دخلت مستشفى المجانين انت السبب، الشعب هي اللي جنني. طرزان في اسكندريه؟ فين ايه الفيلا بتاعت جده العتويل؟ جده العتويل دي في الهانوفيل. وعنده واحده ثانيه في جليم. لكن اللي في الهانوفيل هو قاعد فيها من ساعه ما طلع من ماتش معايا. وهو قاعد هناك. انا جيت عشان خاطر الميعاد بتاعت حضرتك خدت بالك، وانا اقدر ارد على التليفون على الهواء. واضح ان هو مستني ماتش الاهلي بكره ولا ايه؟ لقيته راح شتم. هقول لحضرتك راح شتم. بقول له انت بتعمل ايه؟ انت مين اللي بتعمل ايه؟ قال لي بصور. يعني حاجه يعني انا عيب ان انا قلتها بصراحه يعني انا لان دي حاجه يعني معلش انا اسف اني اتقالت. وبعدين انا بقول لك لما تتكلمي عن شيكابالا حضرتك تقومي تقفي. طب مش قايم اقف؟ ايه لا لازم تقفي، هسيب لك الحلقه وامشي. عشان مش هقف اللي حضرتك شايفه. هو ده طبيعي؟ ده طبيعي اللي بيحصل؟ انا محتاجه فعلا ان حضراتكم تردوا. ده طبيعي؟ انت لاعب 120 دقيقة، انت بطل ال3 قارات، بتلعب النهارده على لقب بطل ال5 قارات، يعني كان فاضل لك قارة وتبقى بطل العالم كله. الله يخرب بيومكم فهمهم يا بهايم بقى، كفرتوني. انت بتكلمني في حته ثانيه وانا بسالك في حته ثانيه يا كابتن. انت بتجاوب، انت بتساليني فانا لازم اجاوب. طب ما انا بسالك اللي حلو اللي عمله. طب ما طبيعي الناس. شيكابالا فين عمل ايه؟ ما عملش اي حاجه. نروح على التصريح اللي بعده. ارى ان اللاعبين الذين قاموا برفض تخفيض مرتباتهم في ازمه كورونا الماضيه هم لاعبين جاحدين للغايه، فيوجد لاعبين مش لاقيه تاكل حرفيا. انت كنت هتتنازل عن حقك لو انت مكانهم؟ لا لو انت هتتكلمي معاها بالطريقه دي انا همشي. خلاص ما عنديش اي مشاكل. اقفل الحلقه حالا. ما عنديش. يلا يا جماعه بعد اذنكم نطلع فاصل ونرجع نكمل بقيه الاخبار في الحلقه.